مستني حضرتك على المنصة. مهرجان كان السينمائي الدولي أعلن رسميا عرض الفيلم الجديد للمخرج طارق صالح نسور الجمهورية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، واللي هتقام بين 13 و 24 مايو 2025، واللي من بطولة فارس وعمرو واكد. وبالفيلم ده هيختتم طارق صالح ثلاثية القاهرة الشهيرة بتاعته مع فارس، واللي معمولة بنكهة سياسية وهي حادثة النيل هيلتون وصبي من الجنة، اللي حصل على أفضل سيناريو في مهرجان كان 2023. وفي نسور الجمهورية بيجسد النجم فارس شخصية جورج فهمي، واحد من أشهر الممثلين في مصر، واللي بيلاقي نفسه مضطر للمشاركة في فيلم تم إنتاجه بتكليف من السلطة، بسرد درامي بيجمع بين السياسة والسينما والحب لمصر القديم. وزي ما المخرج طارق صالح قال إن الفيلم بمثابة رسالة حب للسينما المصرية وإشادة بالمسرح وصالات العرض. واختيار الفيلم في كان السنة دي بيحطه في قلب المنافسة على السعفة الذهبية مع مخرجين تقال السنة دي زي ويس أندرسون وآري أستر وجوليا دوكورن والأخوان داردين. وهيتم تكريم الممثل روبرت دانيرو في الدورة دي من المهرجان بالسعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله. وهيتعمل عرض خاص لفيلم ميشن امبوسيبل الجديد لتوم كروز.